طيب، بعض اخبار الانديه لانها مهمه جدا بالنسبه لحضراتكم. في الاهلي انتهت قصه التبادل بين محمد فاروق واحمد الشيخ. لما اقول لكم انتهت تبقى انتهت، لانه يمكن انا قلت من يومين انه موسيماني ابدى موافقه. يمكن كان حد في الجهاز، لكن موسيماني هو في النهايه كان القرار بتاعه وقال لا. وفي النادي الاهلي معروف ان القرار بيبقى قرار مدير فني، فقال لا. انا يعني قال كل الاحترام للعيب، واللعيب هايل واللعيب كويس، لكنه عندي يعني في المركز ده عندي ناس، وبالتالي الموضوع انتهى تماما. يعني ما حدش اتكلم فيه تاني، خلص خالص. يعني ده من داخل النادي الاهلي، بقول لكم ده من داخل النادي الاهلي، والموضوع توقف. طب احمد الشيخ مع بيراميدز، دي تفاوض بقى. اذا بيراميدز عايز احمد الشيخ هيتفاوض مع النادي الاهلي، مش عايزه مش هيتفاوض. وهو موسيماني بيحب احمد الشيخ، يعني مش اساسي، لكنه بيقول ان ليه دور، يعني هيبقى له تواجد اذا كمل، لكنه لم يقف عقبه في سبيل تحركه لو عنده عروض بقى، عشان بس تبقى حضراتكم عارفين. الاهلي سياسته بالنسبه للاعيبه الشباب هي الاعاره، يعني محمد شكري، شادي رضوان وفخري، الثلاثه راحوا على البنك الاهلي. طيب، بالنسبه لحراسه المرمى الاهلي متمسك بالثلاثي، الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. قال دول الثلاثه، انا محتاج جول رابع كمان يبقى موجود معايا. انا قلت لكم في احمد طارق سليمان، في حمزه علاء، في محمد طارق، في رمضان، يعني كل دي حراس موجودين. فالاهلي لا هيشتري ولا هيبيع ولا هيعير. ده بالنسبه برضو لموضوع حراسه المرمى في النادي الاهلي، وده بالنسبه لموضوع محمد فاروق، عشان يبقى القصه منتهيه تماما في هذا الامر وما نتكلمش فيه كتير. يعني في الزمالك الحمد لله حاله حازم امام بتتحسن. بيجي له شويه سخونيه، بيجي له شويه رشح، ده طبيعي جدا، لكن مع العزل مع راحه طبعا مش هيبقى موجود في ماتش الكاس، ومش مهم، يعني مش مهم، لكنه ان شاء الله باذن الله هيلحق بالمباراه النهائيه. باتشيكو بقى يحطه في التشكيل ما يحطوش في التشكيل، دي حاجه بتاعت النادي يعني.